جاي لك من المستقبل وهقول لك على 10 اخطاء تجنبها ما تقعش فيها في الفانتسي السيزون ده. صدقني هتفرق معاك جامد جدا جدا في الترتيب، ومش بعيد تكون انت في نهاية السيزون انت اللي كسبت الفانتسي وتسافر بقى انجلترا والطيارة خاصة وفنادق وفطار وغدا وعشاء واخر روقان، وكمان تحضر ماتش لفريقك المفضل في مقاعد الفي اي بي. فبدون مقدمات كتير عاوزك تروق وتصلي على النبي كالعادة، وعاوزك تستعد وتروق كده معايا علشان بالذات السيزون ده اللي مش هيخطط له صح من أول دقيقة حرفيا هيروح في الشلاحات. وفي مفاجأة رايقة فيها فلوس حلوة هقولك عليها في نص الحلقة، فما نستعجلش كده مع بعض. عاوز بس كده لايكك الجميل والاشتراك بتاعك الرايق والكلام ده كله، ولو مش عاوز تعمله ففوقك من اللي انا قلته لك ولا كأني قلت لك حاجة. اهم حاجة بس مشروبك الساقع ويلا بينا. اول خطأ عاوزك تتجنبه وما تقعش فيه انك ما تروحش تجيب 2 حراس يكونوا بيلعبوا اساسي وتفضل تعمل مداوره ما بينهم كل جوله على حسب مين اللي عنده ماتش اسهل. صدقني الموضوع ده حرفيا هيعمل لك تروما في حياتك اكتر من الاكس اللي عملته فيك في حياتك. صدقني الموضوع ده بيبقى اصعب من اختيار انك تخش في ثانويه عامه ادبي ولا علمي. انسى الموضوع ده تماما. روح هات لك حارس ب4.5 مليون جميل يكون بيلعب اساسي، ده يفضل معاك طول السيزون. والحارس التاني ب4 مليون يكون على الدكة. على حسب بقى الحارس اللي ب4 مليون ده ممكن يكون بيلعب في فريقه، حد مثلا زي وورد في ليستر سيتي وارد ان هو يكون بيلعب اساسي في فريقه، تمام. ولكن ده مش هنعتمد عليه يكون اساسي، هنلعب بالحارس 4.5 مليون طول السيزون. ليه بقى؟ ان انت دلوقتي مثلا هتجيب إيدرسون وبيكفورد هتعمل مداوره ما بينهم، ده اللي عنده ماتش اسهل هتلعبه واللي عنده ماتش اسهل واللي عنده ماتش اصعب هتقعده على الدكه. فمثلا دلوقتي إيدرسون عنده الارسنال في الامارات وبيكفورد عنده إبسويتش تاون على ارض ايفرتون. طبيعي وبديهي هتلاعب مين؟ هتلاعب بيكفورد. هتلاقي ان إيدرسون طلع نار من بقه في ماتش الارسنال، يعني صد بيلي من ساكا، تمام، دخل فيه جون عادي بس صد بيلي من ساكا وعمل 90,000 تصدي. ومش بس كده، هيجي في اخر الماتش هيكون مثلا الماتش 1-0 للارسنال، السيتي عايزين يجيبوا جون باي طريقه، جات لهم ركنيه يقوم إيدرسون يخرج من منطقه الجزاء بتاعته ويروح في منطقه ال 18 بتاعه الارسنال وبالهيد في الركنيه ويجيبها جون. وتخيل ان هو يجيب جون ويعمل تصديات، وهتلاقي ان بيكفورد اللي عنده إبسويتش تاون على ارض ايفرتون بلع 4-5 اقل حاجه. والله دي بتحصل فعلا. فصدقني الموضوع ده هيعمل لك تروما من اول جوله، فبلاش تعملها. حارس ب4.5 مليون والتاني ب4 مليون واكتفي بده. تاني خطأ عاوزك تتجنبه وما تقعش فيه انك ما تركزش على الماتشات الودية بنسبة 100% وتخليها تغير استراتيجيتك كاملة. هل الماتشات الودية يا مروان يعني ليها دلائل فعلا وبتخلي نظرتك توضح اكتر والكلام ده كله؟ مليون في المية اه، ولكن بنسبة 100% مليون في المية لا. انت دلوقتي لازم من وقت الحلقة دي اللي انا بكلمك فيها، لازم خلاص احنا دلوقتي في الوقت الحاسم، لازم تكون انت قررت ومخطط وعامل استراتيجية ان انت دلوقتي هتخش بصلاح وبهالاند مع بعض ولا بصلاح بس ولا بهالاند بس. ما ينفعش علشان هالاند جاب له هاتريك او سوبر هاتريك قدام تشيلسي فانت مقرر انك تخش بصلاح بس، فهالاند يجيب له هاتريك فايه ده والله لا خلاص مشي صلاح وهات هالاند. فيجي الماتش اللي بعده في الماتش الودي صلاح يجيب له هاتريك وهالاند ما يعملوش حاجه، ايه ده والله خلاص لا رجع صلاح تاني ومشي هالاند. لا ده كده كوسه بالمهلبيه، ما ينفعش اللي احنا بنعمله ده. لازم تكون مخطط، يعني مثلا مخطط على مدار 4-5 جولات بالكتير قوي بالذات في بدايه السيزون. ما ينفعش مثلا تخطط على مدار 10 جولات ولا ينفع تخطط على مدار جوله ولا اتنين. لان انت دلوقتي مثلا المفروض ان انت تكون عامل ايه، والله انا من الجوله الثالثه ماتشات مثلا نيوكاسل هتبقى صعبه، خلاص انا دلوقتي داخل بايزاك نفسي في واتكنز بس انا هخش بايزاك مثلا دلوقتي جنب هالاند بس. ومن الجوله الثالثه سايب نص مليون او مليون للفرق ما بين واتكنز وايزاك وهمشي ايزاك وهجيب واتكنز. لازم تكون انت محدد تبديلاتك هتعمل ايه في الجوله كذا هتجيب مين وفي الجوله كذا هتمشي مين. تالت خطأ عاوزك تتجنبه وما تقعش فيه انك انت دلوقتي ما تروحش تجيب لعيبه من الفرق الصاعده واحنا لسه ما شفناهمش هم هيكونوا عاملين ازاي في الدوري الانجليزي. احنا مثلا ما حدش هيختلف على امكانيات مفيديدي في ليستر سيتي، ما حدش هيختلف على امكانيات ارمسترونج في ساوثهامبتون، بس احنا مش هنبقى عارفين هم هيكونوا عاملين ازاي في الدوري الانجليزي. حد مثلا زي فاردي كده كده احنا عارفين ان كل سنه الدوري الانجليزي تشامبيونشيب بيبقى عامل ازاي. مثلا حد زي مفيديدي انت ما تبقاش عارف ان هو هيقدم نفس الاداء اللي كان بيقدمه قدام سوانزي سيتي ونوريتش والكلام ده كله وهدرسفيلد هيقدمه قدام السيتي قدام الارسنال قدام اليونايتد. احنا مش عارفين، فاتقل جوله ولا اتنين شوفوا هيبقى اداؤه عامل ازاي في الملعب، لان هو والله فعلا اداؤه زي الشامبيونشيب واحلى كمان، وقتها مليون في المية نجيبه.
غير كده ما تروحش تجيب دلوقتي لعيبه من الفرق الصاعده. رابع خطأ عاوزك تتجنبه وما تقعش فيه، انك انت دلوقتي تنوع فريقك وما تجيبش من فريقك كله، من يكون مثلا 3 لعيبه من مانشستر سيتي، 3 لعيبه من ارسنال، 3 لعيبه من ليفربول، 3 لعيبه من تشيلسي وخلاص كده. مش هم دول يا عم مروان، هم دول اللي بينافسوا؟ طبيعي بقى كل جوله اجوان ومش عارف واسيستات وورا في الدفاع كلين شيت والدنيا رايقه. صدقني الموضوع ده غلط فشخ. على فكره انا الاستراتيجيه دي اتبعتها تقريبا في اول سيزون اللي هي لعبته في حياتي في الفانسي تقريبا. في البدايه كده قلت يلا يا باشا 3 لعيبه من ليفربول، 3 لعيبه من الارسنال ومش عارف ايه، هم دول اللي بينافسوا والكلام ده كله وخلاص. الموضوع ده حرفيا ليه مشاكل جامده جدا. اول حاجه ان هيبقى فريقك كله 4 ماتشات بس، وهي بقى لو مثلا الفرقتين من عندك بيلعبوا بعض، مثلا الليفربول بتلعب مثلا السيتي، يبقى انت فريقك كله هيبقى من ماتشين بس. فتخيل ان مثلا انت فريقك كله ال 12 لعيب خلصتهم في ماتشين بس، وبقيه الماتشات في الدوري الانجليزي انت قاعد بقى خلاص فقدت الامل، واصحابك بقى عاملين يتابعوا ليستر سيتي وعاملين يتابعوا مش عارف برينتفورد وكريستال بالاس والكلام ده كله، وانت خلاص خلصت فريقك. دي اول نقطه. تاني نقطة ان وارد جدا الارسنال تخيش في ماتش عادي جدا وتخرج من غير جون خالص ويخش فيها جوان وتخسر الماتش. ده وارد وزي ما كلنا ما بنشوف. فحرفيا لو ده حصل يبقى انت كده ربع فريقك لوحده طار وما عملش حاجة. فما تعملش الموضوع ده، نوع فريقك، هات لعيب من كريستال بالاس، لعيب من برينتفورد، لعيب من الفرقة دي كلها، بحيث ان انت يكون عندك اكثر تنوعيه في الماتشات. بلس كمان ان انت يبقى عندك متعه ان انت تتفرج على برينتفورد، تتفرج على نيوكاسل، تتفرج على كريستال بالاس. ما تبقاش خلاص اتفرجت على ليفربول ومانشستر سيتي وفريقك وخلاص ال 12 لعيب خلصوا. خامس خطأ عاوزك تتجنبه وما تقعش فيه، انك انت دلوقتي من دلوقتي ما تعملش دبل دفاعي من فريق واحد. ما تروحش مثلا تجيب رايا مع جابرييل من دلوقتي في الارسنال مثلا في الدفاع. نفس الكلام السيتي، ما تجيبش مثلا ايدرسون مع جافارديول، هو واحد بس. ليه؟ احنا عارفين مثلا ان السيتي السيزون اللي فات والارسنال كانوا في الدفاع كانوا جامدين جدا، بس هل هيكملوا نفس الاداء في الدفاع ده السيزون الجاي؟ مفيش اي حد يعرف. الموضوع ده بيتغير من سيزون للتاني، ملوش اي علاقه ان هما هيكملوا نفس السيزون الجاي نفس السيزون اللي فات ولا لا. لو لقينا ان الارسنال بنفس الصلابه الدفاعيه ده السيزون الجاي والكلام ده كله، مليون في الميه وقتها هنروح نجيب صليبه ومثلا جابرييل ومثلا مع رايا عادي، نجي نعمل تريبل دفاع. الناس السيزون اللي فات كان هم حرفيا بجد هم اللي لموا نقط اكتر، هم مشوا ساكا من نص الملعب وجابوا صليبه مع جبريل مع رايا، هم دول حرفيا اللي كانوا كل ماتش من الارسنال بتطلع بكلين شيت كانوا بياخدوا كده نقط وبيلموا نقط اكتر بكتير من ان ساكا يفضلوا طول الماتش مستنيين منه اسيست او يبقى جون واحد. في وسط كده واحنا بنتكلم بسرعه، انزل اعمل لايك كده سريعا وروق على اخوك زي ما هو بيحاول يروق عليك، وكمان بقى تعالى اقول لك على الجايزه والكلام اللي فيه فلوس اللي انت بتحبه، اللي هو هيكون السيزون ده باذن الله تعالى. مبدئيا احنا الدوري بتاعنا هيكون دوري سياحه وفانتسي، دوري هيكون فيه جوائز. اول مركز اللي هو اللي هيكسب الدوري يعني في الاخر هيكون ليه 1000 ونص، المركز الثاني 1000 جنيه، المركز الثالث 500 جنيه، يعني جايزه بمقدار 3000 جنيه. طيب لو في الشهر اللي هيطلع اول شهريا هيكون 150 جنيه، اللي هيطلع تاني شهريا هيكون ليه جايزه 100 جنيه. الجوائز مش هتكون اعلى حاجه ومش احسن حاجه، ممكن تكون انت تشوفها مش احسن حاجه، ولكن علشان بس نقدر نلتزم بكلمتنا ان شاء الله تعالى ونقدر ندفع الفلوس دي لحد بس ما باذن الله تعالى يكون في راعي للبرنامج، او ان يكون يعني ان شاء الله الدنيا بس تمشي شويه، وقتها باذن الله تعالى اكيد الجوائز هتزيد. ولو الجوائز زادت خلال السيزون ان شاء الله برضو هعلن عنها. طيب كود الدوري ايه؟ كود الدوري ظاهر قدامك اهو في الشاشه 773Y0 دي. هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، وهسيب لك كمان اللينك بتاعه في الكومنت مثبت، بحيث ان انت لو مكسل تخش تدخل الكود بتاع الدوري تدوس على اللينك على طول هيدخلك في الدوري مباشره. بس الشروط بس ان انت تنضم في الدوري تكون ان انت عامل اشتراك في قناه، علشان لما ربنا يكرم وتكسب الجائزه باذن الله تعالى تكون انت محقق الشروط وابعت لك الجائزه على طول ان شاء الله تعالى. سادس خطأ عاوزك تتجنبه وما تقعش فيه، انك ما تحشيش دلوقتي من التشكيله بتاعتك صلاح وهالاند وبالمر وسون، وتكون بقيت تشكيلتك يكون اصحابك، انت جايب صحابك يلعبوا معاك في التشكيل. ده بجد غلط جدا. احنا مين ما نفسوش يكون معاه في تشكيلته هالاند وصلاح وبالمر وسون وساكا وكل الشباب دي كلها؟ بس هل هنقدر نعمل الكلام ده؟ مليون في المية لا. فانت دلوقتي اكتفي مثلا بهالاند بس او بصلاح بس، او بهالاند وبصلاح بس. انت لو جبت هالاند وصلاح يبقى خلاص، يبقى انت راضي، ويبقى انت عارف ان انت مش هتقدر تجيب بالمر، مش هتقدر تجيب سون، هتقدر تجيب واحد منهم بس، مش هتقدر تجيب كل اللعيبه البريميوم في تشكيله واحده. فهي اصلا حلاوتها ان انت تنوع في التشكيله بتاعتك.
سابع حاجة يا صديقي عاوزك تتجنبها وما تقعش فيها، انك انت ما تقلدش تشكيلة صاحبك ولا تقلد تشكيلة انا حتى كمان، ولا تقلد تشكيلة اي حد. خلي انت يكون ليك نظرة. يعني انت دلوقتي ما تخليش تشكيلتك زي صاحبك ويكون بنفس اللعيبة نفس كل حاجة، كل جولة انت هتجيب زيه، مفيش اي جديد خالص. خلي على الاقل يكون في تشكيلتك لعيب او اتنين ديفرنشال عن الناس، نسبة ملكيتهم قليلة مش مع حد كتير، بحيث ان هو لو تألقوا يجيبوا لك نقط كتير ويزودوك في الترتيب جامد، عن مثلا ان صلاح مع كل الناس. فصلاح لو تألق هيرفعك في الترتيب، بس مش هيرفعك في الترتيب جامد زي مثلا لو معاك مثلا مفيديدي من ليستر سيتي. انت حاسس الواد ده هيعمل حاجه، مصدقه، انت شايف ان الواد ده لعيب، بس محدش بيتكلم عنه كتير، ومحدش من صناع المحتوى بيتكلم عنه، ولا حد من صحابك بيتكلم عليه. انت رحت جبته وصدقته ورحت جبته. وقتها مافيديدي لما يجيب جون او يعمل اسيست هيرفعك جامد في الترتيب اكتر بكتير من صلاح لما يجيب جون او يعمل اسيست. تامن حاجه يا صديقي عاوزك تتجنبها وما تقعش فيها، انك انت دلوقتي لو في لعيب مثلا انت شايف ان الناس كلها رايحين يكابتنوه الجوله الجايه، وانت حاسس احساسك الداخلي تمام بيقول ان اللعيب ده مش هيعمل حاجه، حتى لو هالاند قدام ابسويتش تاون على ارض السيتي اللي هو في الجوله الثانيه، فدلوقتي انت حاسس احساسك الداخلي من جواك بيقول ان هالاند هيتصاب من الدقيقه الثانيه ومش هيعمل حاجه وهيطلع بلانك. ما تروحش الكابتن هالاند، اسمع مني بجد. حتى لو احصائيات بتدل والارقام بتدل ان السيتي هتنزل بص تبلع ابسويتش تاون 10، وهالاند هيعشرهم بجد وهيجيب مثلا 10 اجوان، لا، ما تكابتنوش. احساسك لو الداخلي بيقول كده ما تكابتنوش. الكابتنه بالذات بتمشي مع الاحساس. انا افتكر في سيزون من السيزونات تقريبا كان سنه الكورونا، كانت 2020 2021 حاجه كده، كان وقتها لسه السيتي كانت موجوده في الدوري وكانوا بيلعبوا ساوثهامبتون تمام، فعلى ارض ساوثهامبتون قمت وقتها انا كابتنت مين؟ كابتنت فاردي كان بقاله 3 4 جولات ما بيعملش اي حاجه، بطه بلدي. وساوثهامبتون بقى لها 3 4 جولات شادين نفسهم يعني شامين نفسهم شويه وشادين حيلهم وبيلعبوا كويس، ولسه السيتي ما بيعملوش اي حاجه. بس انا احساسي اللي هو انا صحيت كده الصبح، احساسي الداخلي بيقول كابتن ياض يا مروان فاردي يلا، يعني اديها كابتنة فاردي. قمت صحيت رحت ده كابتنة فاردي يلا، رحت قفلت الابليكيشن ودخلت نمت تمام. عمل ايه بقى فاردي؟ تقريبا وقتها جاب له هاتريك وعمل له اسيست او حاجه كده، اللي هو الماتش اللي كسبوه فيه 9-0، ليستر سيتي كسبت ساوثهامبتون 9-0 على ملعب ساوثهامبتون. وقتها فاردي انا كان ترتيبي وقتها 830 الف، فاردي خليني وقتها ترتيبي 120 الف 130 الف، زودني بتاع حوالي 700 الف مركز، خليني اخش التوب 100 الف من خلال كابتن واحد بس، عشان اصلا فاردي ما كانش مع حد كتير. وكمان اللي كان معاه فاردي مليون في المية ما كانش هيروح يكابتنه على ارض ساوثهامبتون وهو ما بيعملش حاجه بقاله كام ماتش. فالكابتنه دي دايما بتبقى احساس. تاسع حاجه يا صديقي وعاشر حاجه وهما ليهم علاقه ببعض، انك انت دلوقتي ما تحبطش من البدايه. خليك دلوقتي واحده واحده ولسه النفس طويل، وحرفيا الموسم بتاع الفانسي ده حرفيا اللي ليه نفس طويل هو اللي بيكسب في الاخر. ده ماراثون طويل، مش من اول جوله علشان مثلا انت جبت نقط قليله وصاحبك جاب نقط اكتر يبقى انت كده خلاص السيزون بتاعك ضاع مليون في المية. لا، الناس اللي بيكسبوا الفانتسي في الاخر اللي هم كل سنه بيبقى اصلا ترتيبهم اول 4 5 جولات بيبقى ترتيبهم مثلا ال 2 مليون، تخيل. ملهاش اي علاقه، عادي ممكن اصلا ترتيبهم يوصل لحد الجوله العشرة او لحد الجوله 15 المليون على العالم، ويجي في نهايه السيزون هو اللي يكون كسب الفانسي وطلع الاول على العالم. فدي ملهاش اي علاقه. انت دلوقتي اللي بيكون بيخطط صح هو مثلا اللي كان ترتيبه المليون في الجوله ال 15 خطط صح، لما اوراقه من تاني عمل له وايلد كارد ظبط الدنيا، ابتدى كل جوله يكابتن صح، الكلام ده كله ابتدى يزيد 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 لحد ما لقى نفسه في الاخر كسب الفانتسي. فهو دلوقتي خليك نفسك طويل وما تيأسش من جوله ولا اتنين. وعاشر حاجه وتذكر دائما ان هي دي في الاول والاخر لعبه، ما تديهاش اكبر من حجمها. في ناس انا يعني اعرفهم ممكن بجد ما ياكلوش طول اليوم علشان مثلا الكابتن بتاعهم كان صلاح وما عملوش حاجه النهارده. فاللي هو لا، دي لعبه في الاول والاخر. احنا كده كده اصلا بنحب الكوره وبنعشق الكوره، والكوره دي حياتنا وبنتفرج عليها كل يوم وكل دقيقه وكل ثانيه. اتفرج عليها باستمتاع وفي نفس الوقت شجع اللعيب بتاعك وانت بتتفرج، لكن بقى مش تقوم تتعصب وتكسر التلفزيون وما تفضلش تاكل طول اليوم عشان مثلا صلاح ضيع له الانفراد علشان انت كان الكابتن بتاعك. فيعني واحده واحده بالراحه، وباذن الله تعالى كلنا نجيب نقط حلوه ونروق على بعض ويكون سيزون جميل وما يكونش فيه صياح،
وواحده واحده واحنا مع بعضينا ان شاء الله تعالى. وحاجه اخيره بس قبل ما نقفل الحلقه بتاعتنا، هي اسمها فانتسي مش فانتازي. يعني حاجه حناكه، يعني انت ما ينفعش تخش على صاحبك اللي بيلعب مثلا بقاله 10 سنين في اللعبه ولا حاجه، تيجي تقول له عملت ايه في الفانتازي النهارده، هيعرف ان انت، لو هو ما يعرفش ان انت كنت بتلعبها او لا، هيعرف ان انت اول سيزون ليك. قول له عملت ايه في الفانتسي النهارده، هيقول لك كده انت بتلعبها من سيزون 2015 ولا من سيزون 2014. اللي هو بص، خليك محنك كده. انا اصلا كنت الاول دايما بقولها فانتازي، بس الحنيكه ما ينفعش ابقى صانع محتوى واجي اقولها فانتازي، لازم اكون محنك، فخليها قولها كده فانتسي. حتى كمان لما بتكتبها شات اكتبها بالسين، ما تكتبهاش بالزين. وبس كده يا حبيب قلبي، دي كانت ال10 نصايح اللي حاولت اقول لك عليهم ان انت تتجنبهم وما تقعش فيهم، وال10 اخطاء انك تتجنبهم وما تقعش فيهم السيزون ده، علشان حرفيا بجد السيزون ده اللي هيغلط من اول جوله هيفوتوا كتير قوي. فانت لازم تكون مخطط صح. حتى لو انت اول سيزون ليك، خد يعني نصايح وتجارب من ناس كانوا بيلعبوها من قبلك، مثلا زي غيري، زي الناس دول كلها يعني، وافهم ان انت ما تقعش في نفس الغلطات بتاعتنا. علشان اكيد لو حد احنا كان قال لنا الغلطات اللي هم وقعوا فيها دي في الاول، اكيد احنا ما كناش هنعملها. فانا بوفر عليك وقت علشان الحاجات دي هتقابلك على مدار السيزون، فانا بقول لك انك تجنبها ما تقعش فيها. لعل وعسى في نهايه السيزون باذن الله تعالى تكون انت كسبت الفانتسي، فوقتها ما تنسانيش بدعوه حلوه بس، وتكون اهم حاجه روقت عليا وعملت اشتراك في القناه وعملت لايك، علشان الحاجات دي بتساعد ان تنشر القناه بشكل اكبر. واحنا عشان كمان لسه في البدايه، فالحاجات دي بتفرق معانا جدا. فباذن الله تعالى يكون كده سيزون حلو، ومش عايز اطول عليك اكتر من كده. انا مروان رفعت، ودي قناتك صيحه فانسي. اتمنى الفيديو يكون يعني بالنسبه لك خفيف وكويس، ويا رب تكون بتشكل صح وبتخطط صح. وسلام.